السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل معاكم طريقة البقسماط اللي هو بتاع المحلات وكده بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله تكون سهلة عليكم. هنا بقى معايا كوبايتين مية دافية، وعليهم كيس خميرة من اللي هو الفور الكبير ده، وعليهم معلقة سكر كبيرة ومعلقة ملح صغيرة وكوباية زيت. هركن بقى الخليط ده على جنب لحد لما اجهز الدقيق معايا. هنا الدقيق ده مقداره 6 كوبايات، 6 كوبايات دقيق. هجيب بقى الخليط اللي انا عملته الاول ده هضيفه على الدقيق، وهقلب بقى كل المكونات ديت مع بعضها كده لحد لما يبقى مفيش دقيق خالص. هنا بقى كنت بلم العجينه زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. هخلص بقى لمها كده وهسيبها تخمر من ساعه لنص ساعه، لان الجو بصراحه ساقع يعني، فبتحتاج ان هي ايه تخمر حبه حلوين. هنا بقى كانت خلاص العجينه خمرت كده زي ما انتوا شايفين. هبتدي بقى ان انا اكورها حتت صغيره كده. وهنا بقى كنت بكور العجينة يعني كده كور صغيرة كده زي ما انتوا شايفين. انا هوريكم كل حاجة بالتفصيل، يعني حاجة حاجة كده هوريها لكم ماشي. هنا بقى مش هعمل طبعا الكمية كلها، لا انا هعمل حبة صغيرين لان بصراحة ما عنديش ايه كمية صواني كتير يعني وكده. يعني هو بعد ما بفرده بيحتاج يخمر معايا وكده، وبسيبه بقى يعني من نص ساعة لساعة كده برضو ايه. يعني من نص ساعة، بلاش ساعة ديت لان ساعة ديت كتير، يعني من نص ساعة ربع ساعة كده. هنا بقى هاخد واحدة ورا واحدة كده وابتدي افردها معاكم كده زي ما انتوا شايفين. طبعا كل واحدة يعني تفرد زي ما هي عايزاه. في ناس بتحب يعني الحجم البقسماط يعني يكون كبير وكده، وفي ناس بتحب الحجم اللي هو ايه الصغير وكده. هدخله بقى على درجة حرارة يا حبايبي 180. هيطلع بقى بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده حلوة خالص وتفتح النفس واحسن مليون مرة من بره وكده. يعني اعملي كل حاجة في البيت بطريقه مضمونه، وعارفه انت عاملاها ازاي، وعارفه المكونات اللي انت حاطه ايه. هنا بقى كنت بقدم لكم بقى يعني بطريقه كويسه كده زي بتوع الفيديوهات يعني بتوع اليوتيوب وكده. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش الاشتراك في القناه، ما تنسوش يا حبايبي دايما تتابعوني، وما تنسوش الصلاه على النبي في الكومنتات. دمتم في رعايه الله. مع السلامه.